السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على موضوع اللي دار ضجة في المغرب وخلق نقاش كبير في السوشيال ميديا: عبد الإله مول السردين والفضيحة ديال غلاء الأسعار ديال السمك. عبد الإله هو بائع سمك اللي خرج وقال على أن السردين اللي خاص يكون ب5 دراهم كيتباع ب20 و30 درهم. الناس تصدموا وبدات الأسئلة كتطرح: فين كيمشي الفرق ديال الثمن؟ واش بصح كاينين الناس اللي كتحكم في السوق؟ وشكون اللي كيربح وشكون اللي كيخسر؟ خليكم معايا حتى التالي باش غادي نحلوا هذه القضيه ونشوفوا شنو واقع بصح. عبد الاله ماشي سياسي ماشي اقتصادي، ولكن بائع سمك، والجرأه ديالو الصراحه ديالو خلاوه يولي حديث المغاربه. عبد الاله كيدير فيديوهات على كيفاش كيتباع الحوت وبالخصوص السردين اللي كيتباع بثمن قليل عند البحاره، ولكن في السوق الثمن كيتضاعف بطريقه خياليه. القضيه كلها بدات في واحد النهار اللي عبد الاله دار فيديو وقال فيه باللي السردين كيتباع ب5 دراهم فقط، ولكن في السوق غادي تلقاوه ب20 درهم او اكثر. هذا الفيديو ضرب في العمق ديال واحد المشكل اللي ديما كيتشكاو منه المغاربه: الوسطاء كيربحوا والمواطن هو اللي كيدفع الثمن. هذا الشيء خلى الناس يطرحوا بزاف ديال التساؤلات: فين كتمشي هذه الزياده الكبيره؟ واش كاينين الناس اللي كيتحكموا في السوق؟ وعلاش الدوله ما كتدخلش باش تراقب الاسعار؟ واحد الحاجة اللي زادت الطين بلة هي أن هذا المشكل ماشي غير في السردين، بل في أنواع أخرى من السمك وفي بزاف ديال المواد الأساسية اللي كيعاني المواطن باش يشريها. من بعد ما انتشر الفيديو، مواقع التواصل الاجتماعي تقلبات والمغاربة نادو كيهضروا على هذا الموضوع، وبطبيعة الحال كل واحد عطى الرأي ديالو الخاص. شي ناس قالوا تحية لعبد الإله لأنه قال الحقيقة اللي كل شي عارفها وساكت عليها، وشي وحدين قالوا باللي القضية معقدة، كاينين مصاريف النقل والتخزين والخدمة والوسطاء. حتى بعض التجار دخلوا على الخط وقالوا باللي ماشي هما اللي مسؤولين على هذه الزيادة، لأنه كاينين سماسرة ووسطاء اللي كيتدخلوا في النص وكيطلعوا الأثمنة. ولكن في الحقيقة هذا الشيء خلى الناس يزيدوا يطالبوا بالمراقبة ديال الأسعار، لأنه ماشي معقول السلعة كتخرج من البحر بثمن قليل وكتوصل عند المواطن بثمن كبير بزاف. واحد من أكبر المشاكل اللي كيعاني منها السوق المغربي هو الاحتكار والمضاربة. كيفاش؟ فالبحار كيبيع السردين رخيص، ولكن كاينين وسطاء اللي كيشريوه بثمن قليل وكيعاودوا يبيعوه بالجملة بثمن زايد. الوسيط الثاني كيربح، والتاجر الصغير كيزيد في الثمن باش حتى هو يربح. المستهلك هنا هو الضحية، كيشري الحوت بثمن اللي كبير بزاف. وهنا السؤال اللي كيتطرح: فين هي المراقبة؟ الدولة كتقول باللي عندها قوانين ديال مراقبة الأسعار، ولكن الواقع كيقول العكس، لأنه ديما الثمن كيكون طالع وديما المواطن هو اللي كيخلص الفاتورة. إلا بغينا الأسعار تولي معقولة، ولا بد من إجراء بعض التغييرات اللي كبيرة، بحال تشجيع البيع المباشر مثلا ما بين البحارة والمستهلكين، المراقبة الصارمة على المضاربة في الثمن، وحماية المواطن من الجشع ديال بعض الوسطاء، بالإضافة إلى إنشاء أسواق نموذجية في المدن الكبيرة باش يتباع الحوت بأثمان معقولة. وحتى المستهلك خاصو يولي واعي وما يبقاش يشري بأي ثمن ويقاطع المنتوجات اللي فيها غلاء غير مبرر. مؤخرا لاحظت بأنها انتشرت الفكرة ديال مقاطعة السمك انطلاقا من أول يوم في رمضان. بغيت نعرف الآراء ديالكم في التعليقات، وبغيت نعرف واش نتوما غادي تشاركوا في هذه المقاطعة ولا لا. هاد القضية ديال السردين أو السمك على العموم راه غير مثال صغير على مشكل كبير في المغرب، وهو المضاربة في الثمن ديال المواد الأساسية. بغيتكم تكتبوا لي في التعاليق شنو رأيكم في هذه القضية، واش بصح الأسعار ديال الحوت فيها تلاعب، واش عندكم شي حلول باش تواجهوا هذا المشكل. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم وتشاركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد.